ونيجي بقى لأصعب مرحلة في حياتها. قالت برلانتي عبد الحميد إن بعد هزيمة 67 الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ما كانش عايز يتحمل مسؤولية الهزيمة ويعترف إنه أخطأ بإعلان الحرب، لأن معظم الجيش المصري كان بيحارب في اليمن والأسلحة كانت متهالكة، وقالت إنه أخطأ بقرار إغلاقه لخليج العقبة وفكرة تهديده بالحرب واعتقاده إنها مجرد تهويش، وقالت إنه أراد إنه يحمل المشير عامر مسؤولية الهزيمة، وعلشان كده أقالوا من منصبه وأخضعوه للإقامة الجبرية. قالت برلانتي إن الفترة دي كان بيقوم المشير عامر بمراسلتها برسائل سرية من غير ما هما يعرفوا، وقالت إنه كان حاسس إن هما هيقتلوه علشان المعلومات اللي عنده. برلانتي عبد الحميد ما اكتفتش بهذه التصريحات الجريئة اللي قالتها خلال اللقاء